من القرارات الباطلة الظالمة مثلا في الجيش العراقي، هو هذا نفس الجيش العراقي، شنو؟ أنه لازم تزين أو تحلق لحيتك. قرار كل واحد أمكنه بعثي ما شاء الله، مسوي لها ماء شواربة ما أدري شلون وقاعد هالشكل مثل أيام البعث. بنفسي أنا يعني استفتى بعض الإخوة حتى من العراق وحتى بعضهم جاونا أنه إحنا شنو نسوي؟ يجوز لنا هاي نحلق تقية؟ واحد قال تقية، قلت تقية ماكو، أنا راح أحكي تروح تقول لهم غصبا عنكم أنا جندي مستعد أدافع عن البلد بس بديني. حالق اللحية الأئمة الأطهار عليهم السلام يقولون ملعون ملعون. هذه طائفة من الروايات. طائفة ثانية من الروايات حالق اللحية متشبه بعمل قوم لوط. طائفة الثالثة من الروايات أصعبها هذه حالق اللحية ليس منا أهل البيت، يعني بعد ما تشم ريحة شفاعتهم في الآخرة تجيهم بالآخرة اشفعوا لي يا آل محمد، يقول لست منا أهل البيت، روح ولي. أطعت الآمر، أطعت المسؤول العسكري مالك، هو هذا قال لك احلق اللحية أنت مشيتها، تقول خلاص راح يعاقبوني ويرفدوني من الجيش. خليه يرفدوك، شو تسوي يعني؟ المفروض صراحة هذه من مؤاخذاتنا على المرجعية، أنه المفروض تتدخل في هذا الأمر. هي ذات كلمة مسموعة في النجف الأشرف، تتدخل ترسل إلى الحكومة العراقية أنه هذا القرار شيلوا. ليش تجبرون الناس على هاي الأشياء؟ عجيب والله، يحترمون هذا الصبي لأنه الصبي هم ما يحلق شو اسمه ويعفوه يعني، أو اليزيدي أو كذا، مسموح لهم. وهذا الشيعي المتبع للأئمة الأطهار عليهم السلام ما مسموح له. عندك قدرة على أنه تقاوم الضغط، تقاوم القانون، تكسر القانون إذا كان قانونا على ضد قانون الله، مستعد؟ هنا تكون زلمة أنت. الإنسان الرجل حق الرجولة هو الذي يقول أنا أمشي على قانون محمد وآل محمد فقط عليهم السلام، وما لي علاقة بقوانينكم كلها، ويرفع راسه ويتكلم بهذا في الإعلام ويقول أنا رفضت